الاولى عندنا يمكن. بس ناخد مكالمه من الكابتن احمد حسام ميدو. كابتن احمد مبروك كابتن احمد. الله يبارك فيك كابتن حازم، وبسلم على كابتن حسام وكابتن ابراهيم وكابتن عصام طبعا. وكابتن حسام وكابتن ابراهيم وحشتوني. مبروك يا ميدو، وان شاء الله انا مش هقول عوده، لكن كنت محتاج اديك الثقه دي، وربنا يوفقك في اللي جاي، ومبروك لنادي الزمالك، وتحياتي للعيبه، وطبعا كابتن حسن كان معانا، وتحياتي للعيبه كلها يا ميدو. ربنا يخليك يا كابتن حسام. كابتن ابراهيم معاك كابتن ميدو. كابتن ابراهيم ربنا يخليك، والناس كلها بتسلم عليكم، والناس كلها نفسها تشوفكم ان شاء الله. ربنا يخليك. والحمد لله يعني الماتش النهارده زي ما حضرتك عارف كان ماتش صعب بالنسبه لنا بعد خساره الكاس، ونفسيا كان ماتش صعب ايا كان مين المنافس. صح. وانا كنت عارف ان البدايه هتبقى صعبه، لكن الحمد لله قدرنا نلم نفسنا. ميدو مبروك يا ميدو، وبدايه جميله ليك انت. اهم حاجه انك نزلت الملعب، البدايه ليك، والحاجه الجميله اللي انت برضو الثقه ان انت تجيب هدف النهارده حتى لو ضربه جزاء، برضو دي تخليك الفتره الجايه ان شاء الله ترجع للفورمه بتاعتك. وان شاء الله انا عارف زي ما كنا بنتكلم مع بعض ومتفقين ان انت لازم ترجع بسرعه للوزن الطبيعي، لان انت لو رجعت للوزن الطبيعي ورجعت الفورمه بتاعتك هتكسر الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن، ربنا يخليك. وزي ما حضرتك عارف كان اهم حاجه نحط رجلنا في الملعب، ان شاء الله الماتشات هتجيب يعني كده. نعم كابتن احمد، كم ما زال وتوصل لوزنك الطبيعي يعني؟ والله يا كابتن حازم انا مش بوزنش، اصل الموضوع مش موضوع الميزان، هي الموضوع دلوقتي كل العلم الحديث ان انت يعني توصل ان انت يبقى ميزانك مظبوط مع قوه عضلتك والقوه البدنيه بتاعتك، ما تفقدش قوتك. فانا هو ده اللي شغال عليه الفتره اللي فاتت الحمد لله. يعني انا من الناس، يعني انا كنت بمر بظروف صعبه جدا الفتره اللي فاتت، يعني يمكن اكثر من 10 شهور ما شاركتش، فكان مهم ان انا احط رجلي في الملعب زي ما كابتن حسام وكابتن ابراهيم بيقولوا. وبعد كده اسهل حاجه بقى نحط رجليك في الملعب، اسهل حاجه ان انت تجيب نفسك وانت في الملعب. نعم نعم شكرا ليك كابتن احمد حسام ميدو، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا ليك.